في التعاون العسكري الجزائري الروسي، استقبل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي أمين مجلس الأمن لفيدرالية روسيا السيد نيكولاي باتروشيف، الذي يزور الجزائر على رأس وفد هام. خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديريون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تبادل تحاليل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق كلمة رحب في مستهلها بالسيد نيكولاي باتروشيف والوفد المرافق له، آملا أن تكون الزيارة مفيدة ومثمرة للطرفين وفي مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين. أود أن أرحب بكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وكل أمال أن تكون زيارتكم مفيدة للطرفين، كونها تمثل بالنسبة لنا دليلا على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز أكثر للشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في المجال التعاون العسكري.